ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده بقى جايبه لكم طريقه سهله جدا ممتازه وممتعه بصراحه تشتغلوا فيها وانتوا بتعملوها. الفطير المشلتت الجميل الطري الزبده الملبن ده مهما اقول فيه شعر مش هوفيه بجد. بمنتهى السهوله، ولا اجدعها فطاطري، ولا بقى ورقنا ولا فردنا ولا قطعنا. بمنتهى السهوله هتعمليه في الطاسه، هتعمليه في الفرن، هتعمليه لو فين هتعمليه. بجد شايفين الطراوه والجمال؟ بس لكم واحده من النص اهي، مورق وتحفه. ودي بقى انا كنت عاملاها على الطاسه في عادي، يعني على الطاسه عاديه. مكونات سهله وبسيطه زي ما انتم شايفين، وهنتكلم عنها واحنا شغالين. ده كيلو من الدقيق، استخراج 72. لو موجود دقيق مخبوزات اشتغلوا، مش موجود دقيق مخبوزات عادي، دقيق عادي استخراج 72. حطينا معلقه او نص معلقه كبيره من الاكل، ونص سكر، ونص معلقه صغيره من الملح. تمام كده، ده التنكيه. ولا حطينا خميره ولا اي حاجه. معايا 3 كوبايات ميه، ميه عاديه خالص خالص من الحنفيه. وطبعا كميه الميه دي متوقفه على امتصاص الدقيق لنوع السوائل. فانا كل مره بغير الدقيق بتاعي فبلاقي امتصاصه يعني مختلف. فانا حطيت اول حاجه كوبايتين، ويعني شفت طبعا لازم بعجن بايديا، فبحس العجين محتاج ايه. محتاج ميه بزود له، محتاج دقيق بديله. يعني ده مش، يعني اقصد مثلا ده مش نواعي، مش صابليه، مش كعك كده عشان اعمل مقادير بالواحده. لا ده عادي فطير، وممكن نزود دقيق نعمل. زي ما انتم شايفين كده عجنته عجنه محترمه كده، مده ما تقلش عن من 12 ل 15 دقيقه. بجد ادوا الحاجه حقها هتبقى ممتازه معاكم. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ رشه محترمه من الدقيق عشان اسيبها ترتاح. طبعا وقت الراحه ده يعني مهم جدا، دي اللي هتسهل الشغل. انا حطيت عليها ستريتش راب، ممكن تحطوا كيس، غطا حله، غطا اي حاجه، فوطه تقيله. المهم تسيبوها وقت كافي ان هي ترتاح. انا خدت معايا ساعه بالظبط. وزي ما انتم شايفين كده هتلاحظوا الاختلاف. شايفين؟ بصوا الشكل، شايفين لما ارتاحت عامله ازاي؟ انا سبتها ساعه، ممكن اسيبها ساعتين عادي، بس في الجو الحر ده يعني ساعه بمقدار ساعتين. شايفين عامله ازاي؟ يعني لو انا فطاطريه دلوقتي هطيرها في الجو. جميله جدا. طبعا هرش كميه معتبره من الدقيق. طبعا نفس نوع الدقيق اللي انا استخدمته. طبعا ما يعني ما استهترش بموضوع الدقيق ده، لازم احطه عشان وانا بفردها ما تلزقش مني في على الرخام او الترابيزه او ايا كان انا شغاله على المكان اللي انا شغاله فيه. شايفين بقى؟ لاحظوا معايا، بصوا معايا وانا شغاله بفردها بايديا بمنتهى السهوله، وممكن اكمل فرد فيها بايدي. بس الصراحه انا بحب المردانه، بتسهل برضو الدنيا على الواحد. وانا بفردها بصوا معايا بفردها ازاي بمنتهى السهوله والسلاسه. لا بتروح وتيجي معايا وانا بفرد، لا ده انا بفردها بتروح ومترجعش تاني. وطبعا بدخل كميه العجين تاني جوه الدقيق. طبعا هي بتاخد يعني دي انا مش تقلقوا منه يا جماعه، وحطوا الكميه اللي انتوا عايزينها. ما تقولوش مثلا هحط دي قد ايه تحتها، لا حطوا يعني بس كميه محترمه، بحيث ان هي مش تلزق في على الترابيزه. وافردوا ورققوا زي ما انتوا عايزين خالص، ارق حاجه. زي ما انتوا شايفين كده انا عماله افرد ورقق خالص خالص، يعني جبت اخر العجين. بصوا معايا. طبعا نوع الدقيق ده انا هقول لكم عليه، يعني لازم يكون استخراج 72. مش موجود ومش خايفين من النوع ده، هاتوا بقى دقيق مخبوزات خاص بالمخبوزات. بس طبعا الجماعه اللي هم العطارين عارفين طبعا انواع الدقيق، كل نوع يعني بنستخدمه في ايه، فهم هيفيدونا اكتر. دي بقى 300 جرام من الزبده، والزبده دي انا مطلعاها من بدري قوي، يعني من الصبح بدري، عشان تبقى فكه وسايحه وزبده معايا. طبعا بطبعها كده على العجينه وبصوابعي، ما احطش بقى بمعلقه ولا الكلام ده، لا بايديا عشان ما تلزقش، لا ما تقطعليش العجينه. لاحظوا معايا بقى وانا بحط كده بصوابعي بفرد. وهنبدا بقى نلمها رول زي ما انتم شايفين كده، كاننا رايحين نعمل سينابون بالظبط. فظيعه بجد، في منتهى السلاسه والله. ما خدت مني وقت، كل الوقت اللي خدته مني بس في ان انا بريحها. زي ما انتم شايفين كده فردت كل كميه الزبده. وطبعا انا وريتكم ان كان في معلقه، هوريكم دلوقتي هنستخدمها في ايه. بصوا بقى الحته دي مهمه جدا. انا عملتها على 6 قطع من الفطير. قطعت 6 قطع، ممكن نخليها 8، ممكن نخليها 10، وطبعا كبرها خالص 10. ليه بقى؟ لو ده بيتوقف على حجم اللي انا عايزه فطيره قد ايه. طبعا احنا 6 افراد، فقلت كويس قوي جدا جدا كل واحد فطيره حلوه. زي ما انتم شايفين كده الزيت الموجود ده علشان خاطر اتبل بيه بقى الكميه اللي عندي، كميه العجينه كلها لازم اتبلها بالزيت يا جماعه. وهي كميه اصلا تذكر، يعني يعتبر مثلا نص فنجان كده لكل لكل فطيره، اخد لها حبه كده بس اتبلها كاني بتبل زي فراخ كده او سمك او اي حاجه. لازم اتبلها كلها واغلفها، اغلفها تماما يعني، ما اخليش فيها حته ما فيهاش. ده يساعدني انها تفضل طريه، لان انا هدخلها التلاجة دلوقتي عشان ترتاح مده ما تقلش عن 10 دقايق.
طبعا انا عملتها كده وغطيتها، مهم جدا ان انا اغطيها. ارتاحت معايا 10 دقايق عشان العجينه تشد يعني، او الزبده تشد. طبعا بحط حبه زيت من اللي انا حطاهم في الصينيه، ما جبتش زيت دقيق يعني، زيت جديد. هي كميه الزيت اللي موجوده في الصينيه، وبفرد بيها زي ما انتم شايفين كده، وبرقق على ارق حاجه خالص يعني، اخر حاجه توصل لها العجينه معايا. وما تخافوش خالص لو اتقطعت ولا اي حاجه، انا هعملها معاكم وهتشوفوا في اخطاء وقعت فيها، بس انا قصداها عشان اوريكم لو انتوا وقعتوا فيها ما تقلقوش وتتضايقوا، او تقولوا مثلا جرى لها حاجه وخلاص كده انتهت. بصوا معايا وانا بفرد فيها، في حاجات صغيره، قطع صغيره بتتقطع. طبعا انا ما لمستهاش، شايفين الكبيره دي بس هي اللي انا عملتها ولميتها وغطيتها بالمردنه. وشايفين فاكرين المعلقه اللي انا قلت لكم عليها، باخد منها قطع صغيره كده اهو، يا دوبك بس احطها في النص، وهجمع اللي اتقطع بصابعي كده، وهجيب بقى من الجنب دوت والمه على الجنب التاني، وبرده نفس الحكايه التانية، الم الجنب ده على الجنب ده والمهم على بعض، واعملها زي البقجه كده، وبططها بايدي وانا بلمها بصوابعي كده زي ما انتم شايفين. وهقلب الشكل ده على الوش التاني، وبططها تبتيده صغيره يعني، اديها شكل دائري كده. دي اول واحده، وهاخد برده معايا التانية عشان اللي ما خدش باله من الاولانيه ياخد باله في التانية. حبة زيت صغيرين من اللي كانوا في الصينية، وبفرد بيها العجينة على أرق حاجة ممكن توصل لها العجينة، أرق حاجة. وما تقلقوش خالص زي ما قلت لكم ان هي تتقطع أو اي حاجة، كل حاجة في ايدينا، وهيكون مفيش اسهل من كده ان شاء الله بجد. ولا في حاجة في الدنيا تستاهل ان احنا نطلع نشتريها من بره بجد. هتعملوها والله ما هتبطلوا تعملوها بعد كده. على البوتاجاز هتعمليها، على الفرن هتعمليها، بجد يعني مفيش اسهل من كده. وهتقولوا ياه، هو ده الفطير اللي كنا احنا فاكرينه صعب؟ ده يعني مفيش اسهل من كده بجد. طبعا انا هاخد 3 احطهم في فرن. طبعا بشغل الفرن على اعلى درجة حرارة. طبعا دي انا حطيتها ترتاح ساعة برضو زي ما انتم شايفين كده. ودي التانية اخدت 3 للفرن، والتلاتة هعملهم على الطاسة. طاسة تيفال طبعا، او طاسة عادية عادي، نديها دهنة زيت الاول زي ما انتم شايفين كده. هعملها على الطاسة. طبعا هنا الطاسة تسويتها تختلف، هنا على قد درجة حرارة هسوي زي ما انتم شايفين كده. بحطها على قد درجة حرارة وبغطيها يا جماعة. انا هنا ما كانش ينفع احط الغطا عشان انتوا عارفين هتغطي على الكاميرا. اول ما تدي لون خفيف من تحت بقلب على الوش التاني، كل شويه بسوي واقلب، بسوي واقلب لغايه ما توصل للدرجه اللي انا عايزاها، درجه اللون اللي انا عايزاها. هتشوفوا التوريق معايا بدات تعلى وبقت جميله جدا، بتنتفخ معايا. وكل تقليبه بروح جايه مغطياها. ملاحظين اختلاف اللون عامل ازاي؟ بجد فظيعه، مش هتاخد منك وقت. لو انتوا حابين تعملوها كلها على الطاسه ممكن تشغلوا طاستين وتبدلوا مع بعض. مهمه جدا دهنه الزبده دي، مهمه جدا يا جماعه، عشان خاطر تدي لمعة وتدي طراوة كده. زي ما انتم شايفين مفيش اسهل من كده. في الطاسة هتعملوها، في الفرن هتعملوها، بجد مفيش اسهل من كده حقيقي يعني. طبعا قلنا في الفرن هتبقى على اعلى درجة حرارة. مهم طبعا حركة الزبدة دي، لازم نحط رشة يعني قطعة صغيرة من الزبدة كده نمسح بيها الوش. وبرده الظهر نفس الحكاية، برده لازم ادي دهنة الزبدة ديت. شايفين توريق يا جماعة؟ جميلة جدا. طبعا لازم هفكركم كل شوية ان احنا بنغطيها، ما كانش ينفع احط قدامكم الغطا على الكاميرا عشان هتغطي الكاميرا. شايفين؟ مفيش اسهل من كده حقيقي والله بجد. عمالة اكتر لكم في كلمة مفيش اسهل من كده، لانها فعلا مفيش في سهولتها. عملت 3 على البوتاجاز على الطاسة، و3 في الفرن. التلاتة احلى من بعض، وبجد في منتهى الروعة والجمال. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وتعملوا لايك للفيديو وتشيروه بين اصحابكم. وان شاء الله باذن الله هتعملوه، هتجربوه، هيعجبكم بجد تحفه، مفيش اجمل من كده. هستنى بقى تطبيقاتكم للفيديو، وان شاء الله باذن الله متوقعه جدا نجاح الوصفه ليكم كلكم من اول مره. وان شاء الله شايفين الجمال والطراوه، بجد هتبدعوا فيها. خلوها بقى اي غدوه، خلوها يعني في الجو الجميل اللي احنا فيه ده بقى، جنب بطيخه كده محتاج جبنه او عسل بالطحينة. بجد وجبة مشبعة في منتهى الروعة، غدوة عشوة اي حاجة، مشروع ماشي. بص بجد هتنبهروا من النتيجة ان شاء الله باذن الله هيعجبكم. وان شاء الله مستنيه تطبيقاتكم، ودمتم بالف خير وسعادة.